السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على توصية جديدة من توصيات رامبل التابعة لمنصة ساندر لتداول الأوراق المالية بتاريخ 25 فبراير 2024. طبعا رمز السهم OIH هو أوراسكوم للاستثمار القبضة. طبعا السهم دوت رغم التوصية عليه، بس ان هو النهاردة كان عمل 5.5% بالسالب. يعني هم قايلين ان الحدود الشراء بتاعته 51 قرش الى 43 قرش، السعر المستهدف 65 قرش، العائد 40%، وقف الخسائر 39 قرش ونص بنسبة 15%. طبعا يعني لما يكون التوصية جاية وبعد ما التوصية تيجي يكون السهم في هبوط، يعني ساعات بتشكك. يعني هو تبع اوراسكوم، يعني هي القصة كلها ان هو يخص شركة اوراسكوم، فبالتالي هم رشحوه. بس يعني الواحد بيقول برضو خلينا في المضمون، بالذات في الفترات اللي جاية ديت. الواحد يعني مش ناقص مخاطرة، يعني 5% أو 5.5%. دي بداية مش حلوة. جايز ممكن يطلع واللي هيدخل فيه في القليل جايز يستفيد بربح أعلى كمان. بس يعني الريسك بلاش ناخده في الفترة دي. يعني خلينا الأول نخش في الأسهم اللي فيها ربحية، حتى لو مش هناخد الربح كله اللي هو مثلا 40% أو 30%، أيا كان نسبة الربح. لو طلعنا حتى بنسبة 10% من 40% فدوت في صالحنا. فأنا شايف إن السهم دوت رغم التوصية عليه، لكن إن هو يعني كان أداؤه سلبي. وكانت كان المؤشر بتاعه سالب 5.5%. طبعا هخش على التوصية وهنشوفه دلوقتي هو بيقول ايه. وقف الخسائر اهو نفس اللي احنا قلنا عليه. الاداء بالسالب 1.9. طبعا 1.9 ده الاداء من سعر التوصية، لكن الاداء في العموم من بداية الجلسة الى نهاية سعر الاغلاق كان بالسالب 5.5%. فيعني يا جماعة انا بقول لكم السهم دوت بس للامانه، علشان هو كان توصيه من توصيات رامبل، لكن الدخول فيه مخاطره شويه. فيعني انصحكم بلاش في السهم ده. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.